يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. احنا اتفقنا ان احنا هنقول افكار متنوعة في الفيديو. احنا اول ما هنصحى كده هنصحى ساعة بدري قبل الاولاد، مع نفسنا كده نعمل كوباية شاي نشربها كده بمزاج، او كوباية شاي بلبن او كوباية ينسون زي ما انت بتحبي كده. ساعة كده مع نفسك او نص ساعة حتى مع نفسك، على اساس ان انت بقية اليوم تفضلي فايقة ورايقة للشغل اللي وراكي، شغل البيت طبعا. فالنص ساعة اللي احنا هنقعدها مع نفسنا دي كده على روقان، تشربي كوباية شاي، تشربي كوباية شاي بلبن، كوباية شانسون. طبعا انا عملت هنا كوباية شاي وجبت قرص، جبت قراقيش وكعك من بتاع العيد، كل سنة وانتم طيبين طبعا. علشان خاطر يعني اكل حاجة كده خفيفة على الصبح. تمام. وبعد كده قعدت بقى مع نفسي كده رايقة يعني. وبعد كده قمت بقى روقت وخلصت اللي ورايا. طبعا اول حاجة بنطبق السراير ونخلص ونكنس الارضية، وبعد كده بقى نبقى ندخل على ايه، على المطبخ. تمام. عملت بقى كوباية الشاي كده زي ما انتوا شايفين اهو. ادي نفسك فرصة عشان خاطر ترتاحي وعشان خاطر تقعدي رايقة كده، عشان خاطر تقدري تكملي يومك بعد كده. لان طول النهار طبعا طلبات الولاد وطلبات البيت وكده، ده كله بيأثر على النفسية وعلى المزاج. فاحنا عايزين ان احنا ايه، نغذي عقلنا ونفسنا قبل اي حاجة. بعد كده دخلنا على المطبخ بقى، قلنا نعمل كده اكل. طبعا انا عامله معاكم صينيه المكرونه دي كذا مره، فانا قلت بس انا هصورها لكم كده وانا بحطها بس. فجبت طبعا السمنه كده فردتها في الصينيه. تمام. وحطيتها اهو، وعملتها وصبيت البشاميل بعد كده، وصبيت المكرونه واللحمه طبعا ودخلتها الفرن. وكانت احلى صينيه مكرونه. انا بحاول دلوقتي اقدم لكم الفيديوهات بطريقه جديده، علشان خاطر نسبه المشاهدات عندي مش حلوه. فانا بصراحه عايزه اعلي نسبه المشاهدات. فانا قررت وانا بعمل فيديوهات الاكل ان انا اتكلم عن البيت وعن الاولاد، وازاي ان احنا نوفر في الميزانيه. تمام. يعني انت النهارده مثلا عملت اهو صينيه مكرونه، انا صينيه المكرونه دي كفتني على يومين. تاني يوم عملت جنبها شويه، كان عندي شوربه في التلاجة، عملت جنبها شويه ملوخيه خضراء، وشويه بتنجان بدقه كده، واليوم مشي وكانت والله زي الفل. دوت اول يوم اهو انا كنت عامله فيه صينيه المكرونه. تاني يوم عملت زي ما انا قلت لكم كده، جبت طبق ملوخيه كده عملته، وقليت رصه بتنجان ورصه فلفل كده جنبها، واليوم مشي وكان اكل زي العسل. تمام اهو. وبألف هنا وشفا. انت تقدري ان انت توفري بأقل حاجة. هتجيبي مثلا، هتقسمي ميزانيتك، هتقسمي الشهر بتاعك. هتجيبي مثلا 2 كيلو لحمة، هتجيبي مثلا فرختين، هتجيبي مثلا 2 كيلو بانيه. هتشوفي ميزانيتك طول الشهر، وهتقسمي الفراخ وهتقسمي البانيه وهتقسمي اللحمة. هتجيبي مثلا 2 كيلو لحمة مفرومة، تعملي الصواني وهتعملي الكفتة. تمام. فهيكفيكي طول الشهر طبعا، جنب الخضار، جنب يوم كشري، جنب يوم صينيه مكرونه بشاميل يوم كده، فهتمشي ان شاء الله معاكي. وهتبصي تلاقي المرتب فضل منه ووفرتي. وفري ودبري زي ما بيقولوا، وفري ودبري. لان بصراحه الايام اللي احنا فيها دي صعبه جدا، مش عارفين يعني. بصوا بنمشي والله كده بالعافيه. فاحنا هنجيب كراسه ان شاء الله، وهنجيب حصاله ان شاء الله كل يوم تحطي فيها 5 جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه. اخر الشهر هتلاقي معاكي مبلغ. شيلي على جنب، والشهر اللي بعده كذا وكذا وكذا. وربنا يا رب يقوينا ويعيننا على حالنا وحال اولادنا في الغلا اللي احنا فيه. انتوا شايفين البشاميل يا جماعه سمكها عامل ازاي؟ رهيبه رهيبه، كانت جميله فعلا والله. كل ما كان البشاميل خفيف، كل ما كان البشاميل خفيف وكتير في المكرونه، يعني ما تخليش البشاميل شويه. تمام. وبرده ما تخفوش قوي وما يبقاش سميك قوي، يعني يبقى ايه، متوسط زي ما انتوا شايفينه كده. تمام. ويبقى ايه، شايفين يعني زي ما زي كده الكيكه، زي قوام الكيكه كده. تمام. بيبقى حلو قوي وبيديكي نتيجه هايله. يعني ان انتوا هتشوفوا دلوقتي صينيه المكرونه لما تطلع من الفرن، وهتشوفوا سواها وهتشوفوا شكلها، وهتشوفوا كمان لما اقطعها لكم. هايله هايله هايله، بجد جميلة. وسمكها جميل وطرية وحلوة، ولونها كان تحفة. شايفين طبعا اللون عامل ازاي، وهتشوفوا دلوقتي طريانها. تمام. وبألف هنا وشفا. ويا رب اكون خفيفة على قلوبكم، ما كنتش تقيلة ابدا. وارجو منكم الاشتراك واللايك، وتعليق حلو منكم كده.
وعايزين بقى نرفع نسبة المشاهدات يا جماعة. بصوا انا كده اهو قطعت اهو المكرونة اهي. شايفين والله العظيم ثلاثة كانت تحفة، خطيرة خطيرة خطيرة. أنا بسويها تحت الأول في الفرن، وبرجع أشغل عليها الشواية عشان تديني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت اهو. والبشاميل انا مش حاطه عليه غير هي بيضه واحده بس، ما حطيتش عليه بيض كتير ولا حاجه، لان يعني انا ما بحبش احط بيض كتير بصراحه على البشاميل. تمام. وانتوا عارفين طبعا اهو. بصوا بقى الجمال، بصوا الطراوه بتاعتها تحفه بجد والله، وطريه وجميله يعني مش عايزه اقول لكم ولا كلمه. هي كانت طبعا سخنه خالص، فالقطعه مش متماسكه قوي، لان هي كانت سخنه خالص، كانت لسه طالعه من الفرن، فحبيت ان انا اوريها لكم. وطعمها كان تحفه ولذيذ. وبألف هنا وشفا، جربوا الطريقة هتحبوها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، واتمنى منكم تعليق حلو زيكم كده. ومع السلامة، اشوفكم الفيديو الجاي.